كيقول واحد المثل قديم: البق ما يزهق، ولكن دابا البق غزا فرنسا. تعهدات الحكومة الفرنسية ردا على طلب من بلدية باريس التحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار بق الفراش، وقالت بأنها الأسبوع المقبل غتعمل واحد الاجتماع للجهات الموفرة لخدمات النقل باش يتاخدوا حماية أفضل للمستخدمين ديالها. وكتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، وقال باللي غيجمع الجهات المشغلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، والعمل كتر لخدمة المسافرين والطمأنة ديالهم وتوفير لهم حماية أكبر. وطلبت بلدية باريس الخميس اللي فات وضع خطة عمل لمكافحة بق الفراش، معربة على العلق ديالها بعودة هذا النوع من الطفيليات بكثافة. وشاف النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار أن الدولة عليها تعقد اجتماع عاجل لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل كتناسب مع حجم هذه الآفة، فيما كتستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية. وأفيد في الأسابيع الأخيرة عن وجود بق الفراش في دور السينما وقطارات فائقة السرعة وفي منطقة الانتظار في مطار رواسي، ولكن ما تبتش صحة كل هذه الحالات. وتقال مثلا الأربعاء عن الاشتباه بوجود بق الفراش في مقصورات القيادة، وذلك في أحد قطارات الأنفاق، ولكن تبين بعد الفحص ديالو كامل أن النتيجة سلبية، على ما كدت المؤسسة لوكالة فرانس بريس الجمعة. وقالت أن كل التجهيزات ديالها كتخضع لتنظيف شامل ودائم، وما تسجل شيء في الأيام الأخيرة أي حالة مؤكدة لوجود بق الفراش في المركبات ديالها، سواء في المترو أو في محطة القطارات السريعة أو الترامواي أو الحافلات. وقالت كذلك مجموعة SNCF للسكك الحديدية ما كاينش شي تأكيد على وجود بق الفراش في الأيام الأخيرة، وذلك في القطارات الفائقة السرعة التابعة لها. وكانت اختفت هذه الحشرات من الحياة اليومية في خمسينيات القرن العشرين، ثم عودت الظهور خلال الأعوام 30 الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة، وذلك بفعل وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة، إضافة إلى تسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية.